مساء الخير يا بناتي الامارات. عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفتين من اسهل الوصفات المعجنات اللي بنعملها في البيت. هي وصفه للعيش، ووصفه للبوريك بالجبنه، ان شاء الله تعجبكم. هنبدا الاول بالعجينه بتاعه العيش. عندي هنا 4 كوبايات دقيق. هحتاج معاهم معلقه خميره، وكمان خميرة يعني هنحط سكر، معلقة سكر. تمام، علشان الخميرة تلاقي حاجة تتغذى عليها. وهنحط كمان معلقة بيكنج باودر، ومعلقتين لبن باودر. بتفرق جدا جدا في المعجنات يا بنات، بتديها طراوة كده وطعم غني. تمام كده، هقلب المكونات الجافة كلها مع بعض بالشكل ده. وهحتاج كمان بيضة، وربع كوباية زيت، وهعجن بلبن، كوباية لبن. انتي ممكن تخليها نص لبن ونص مية، او تعجني بلبن صافي يعني. واللبن حطيت له معلقة خل، معلقة الخل برضو بتفرق جدا جدا في طراوة المعجنات، وبرضو عشان ريحة البيض يا بنات. هقلب كويس كده وهمزج المكونات كلها مع بعض بالشكل ده. الموضوع سهل جدا والنتيجة بتبقى حلوة قوي، وبجد لو يعني عملتيها مش هتشتري اي حاجه من بره بعد كده. انا كده دمجت المكونات مع بعض، وهبدا بقى اعجن. واهم حاجه في المعجنات او في العيش اللي بنعمله في البيت ان احنا نعجن كويس لحد ما نوصل لعجينه بالشكل ده تكون ناعمه. تمام يا بنات، وبعدين بنسيب العجينه بقى في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمها بالشكل ده. قطعيها بالشكل اللي انت تحبيه، بالطول اللي انت تحبيه. انا عملتها تقريبا 12 سنتي. الاول بتقطعيها كور كده زي ما انت شايفه، وبعدين بتفرديها بشكل طولي. زي ما تحبي الحجم ده، حاجه ترجع لك يعني. انا حبيت ان هو يكون العيش كبير شويه، فبراحتك بتبرميها بالشكل ده. وبنقفل كويس المكان اللي انا قفلت منه ده، بخليه بقى من تحت. تمام كده. وبقفلها على شكل بقى العيش اللي احنا بنجيبه من بره. تمام يا بنات، وبعدين بحطه في صينيه وبسيبه برضو في مكان دافي نص ساعه لحد برضو ما يخمر ويتضاعف حجمه. هنا عندي ده السائل اللي انا هعمل بيه هدهن بيه الوش. بيضة وشوية لبن ومعلقة نسكافيه وشوية خل برضو علشان ريحة البيض. بعد ما تضاعف حجمه انا دهنت الوش وحطيت عليه سمسم وحبة البركة. وبقى بالشكل ده. ولما ترصيه في الصينية حاولي ان انت يكون في مسافة بينهم علشان تدي فرصة للعيش ان هو يخمر او ان هو يتضاعف حجمه يعني. حطيته بقى في فرن سخن في الرف الوسطاني، ما بياخدش تقريبا ربع ساعة، وبتطلعيه وبيبقى بالشكل ده. وبجد بجد النتيجة كانت حلوة قوي. الوصفة بتاعت البوريك الجبنة بقى بجد برضو كانت تحفة قوي، وهتعجبكم جدا لو عملتوها. انا كان باقي عندي كوبايتين دقيق، حطيت عليهم معلقتين لبن بودر، واحتاجت معلقتين سكر، معلقة خميرة، معلقة صلصة، 4 كوباية زيت. هحط الاول الخميرة مع السكر، وهحط كوباية مية دافية وربع كوباية زيت. هقلبهم كويس مع بعض. والبطل بقى اللي عندي النهاردة هي معلقة الصلصة اللي بتخلي لون البوريك زي ما احنا ما بنشتريه من بره من الافران. معلقة الصلصة بتديله لون تحفة. بنقلبها كويس قوي، وبنحط معلقتين سكر برضو علشان العجينة معاكي تبقى حلوة. تمام كده. وهنزل بالدقيق. دول كانوا كوبايتين بس اللي كانوا متبقيين عندي، وقلت اعملهم للولاد، وبجد كانوا حلوين قوي. هقلب برضو المكونات كلها مع بعض لحد ما امزجها كويس بالشكل ده يا بنات. وبعدين اعجن كده بالشكل ده. طريقه عجن المعجنات بجد بجد بتفرق قوي.
اعجن كويس والمدة كويسة لحد ما احصل على عجينة تكون ناعمة زي ما قلت لكم بالشكل ده، وبسيبها برضو في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمها بالشكل ده. وبجيبها اقطعها كور متساويه، كور صغيره لانها لسه هتخمر يا بنات، وانا حشيتها جبن. الجزء بتاع الحشوه للاسف ما تصورش، بس انا قفلتها زي القطايف بالظبط، وحطيتها برضو في فرن سخن في الرف الوسطاني، ما بخدتش برضو تقريبا ربع ساعه. دهنت وشها برضو بنفس السائل اللي دهنت بيه العيش، وحطيت عليها سمسم وحبة البركة، واول ما طلعتها غطيتها بقماشة او بفوطة مطبخ نظيفة، وبتديها طراوة برضو. بجد بجد كانوا من احلى الوصفات اللي احنا عملناها في البيت، وبجد عجبت الولاد جدا. جربيها، المعجنات مش صعبة، واشوفك يا رب ان شاء الله كده في فيديو تاني وفي وصفة تانية، ويا رب تكوني استفدتي من الفيديو. ولو استفدتوا يا بنات حطوا لايك واشتركوا في القناة، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله.